Recording in progress. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاهزين نبدأ إن شاء الله ولا ننتظر؟ نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هناخد مفاتيح كتاب ما لا يسع أطفال المسلمين جهل. هناخد مفاتيح الكتاب، إزاي نشرح الكتاب ده للأطفال من أول سن 9 سنين وممكن قبل كده كمان لحد سن جامعة أو ما بعد الجامعة. بداية كل كتاب ليه مفتاح، وكتابنا النهاردة فيه 9 موضوعات. أول موضوع هو موضوع العقيدة. تاني موضوع بصراحة هي رحت أنا قلت لها يا عمي قصدي من 10 جنيه وأنت 10 جنيه وأكلت كام يعني ومش عارفة إيه. رحت المهم أخذها 20 جنيه ساعتها. عملتها إيه؟ لا أبوها زعق فيها ما أعرفش أمها بقى. لو سمحت الأخت اللي ماسكة الزوم تقفل على كل الأخوات بعد إذنك. لو سمحت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصالحين. النهاردة إن شاء الله هناخد كده مفاتيح موضوع من الموضوعات المهمة قوي في موضوع ما لا يسع طفل المسلم جهله أو ما لا يسع أطفال المسلمين جهله. الكتاب اللي احنا هناخد مفاتيحه النهارده او اي كتاب عموما هناخد مفاتيحه النهارده زي الكتاب اللي بين ايدينا ما لا يسع اطفال المسلمين جهله، بيشتمل على عده مواضيع شرعيه. فالنهارده بنتكلم على او عن الموضوعات الشرعيه اللي احنا هنحب نوصلها لابنائنا في الدورات الصيفيه عموما او في دور القرآن. اول موضوع اللي بنتكلم عنه موضوع العقيده، الموضوع الثاني الفقه، ثم السيرة، ثم التفسير والأذكار، الحديث، الأخلاق، الآداب. يبقى احنا عندنا مجموعة موضوعات بتشمل بيشملها الكتاب ده من أول الفقه والسيرة والعقيدة والكلام ده كله. كل مادة من المواد دي أو كل باب من الأبواب دي بيحتاج إيه؟ بيحتاج مفتاح. المعلمة اللي بتدرس الكتاب أو الأم اللي بتدرس الكتاب أو المربية اللي بتدرس الكتاب لازم تكون عارفة ان كل موضوع من موضوعات الشريعه الاسلاميه ليه مفتاح. لازم قبل ما ادخل في الموضوع، قبل ما ادخل في قسم العقيده اللي فيه اسئله مثلا زي من ربك، ما دينك، من نبيك، ما هي كلمه التوحيد، ما معنى شهاده ان لا اله الا الله، ما معنى شهاده ان محمد رسول الله. قبل ما ادخل في الكلام ده كله، ايه هو مفتاح العقيده؟ تمام. طيب الفقه قبل ما ادخل في مثلا عارف الطهاره، كيفيه تطهير النجاسات، كيف اتوضا، ما هي سنن الوضوء، ما هي نواقض الوضوء، ما هو التيمم. قبل ما ادخل في الفقه ليه مفتاح. لابد ان انا قبل ما ادخل في اي باب من الابواب دي ادي المفتاح بتاعه. ليه؟ لان انا لو ما اديتش المفتاح بتاعه هدخل في معلومات مع الطالب، سواء كان
طفل صغير قوي او شاب او شابه كبيره شويه، هدخل في معلومات بدون ما مربوطه بالكتاب، بدون مربوطه بالباب، بدون مربوطه بربنا سبحانه وتعالى، بدون مربوطه بالرسول عليه الصلاه والسلام، هيبقى في خطأ كبير جدا عندي ان هي دي هتبقى معلومات فقط الولد بيحفظ او البنت بتحفظ. وبالتالي الهدف الاساسي اللي انا عاوز اوصل له اللي هو ربط الطفل او ربط البنت او ربط الولد او ربط الشاب او الشابه بهذا الدين العظيم، وربطه بربنا سبحانه وتعالى وربطه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كقدوه لينا بنتبعه. انا ما وصلتلوش، انا دخلت على طول بدون بدون ما اديله مفتاح العلوم الشرعيه بشكل جيد جدا. طيب ندخل بقى ونشوف احنا النهارده المفاتيح بتاعتنا ايه، ودي هتبقى يعني الشغل بتاعنا النهارده. ايه هي المفاتيح العلوم الشرعيه اللي احنا هنشتغل عليها النهارده؟ مفاتيح الكتاب او العلوم الشرعيه. مفتاح العقيده، قبل ما ادرس العقيده قبل ما اقول بقى توحيد وشرك واركان الايمان وايه هي عقيده الولاء والبراء، وايه هو الكفر وانواع الكفر وانواع الشرك، الكلام ده كله لازم اربط المسلم سواء كان صغير او كبير بربنا سبحانه وتعالى، لازم اربطه بعظمه ربنا سبحانه وتعالى، لازم اديله امثله عن العظمه، لازم اديله امثله على عظمه الخالق سبحانه وتعالى، لازم اديله بعض القصص وبعض المواقف المؤثره اللي بتاثر في الولد وبتخليه يعرف عظمه ربنا سبحانه وتعالى في قلبه، ويبدا يعرف صفات ربنا سبحانه وتعالى، يبدا يعرف اسماء ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يبدا الولد لا ده يعرف من هو الخالق وبيعبد مين، عشان لما نيجي الاسئله بعد كده يبقى هو الولد عارف مين الخالق اللي هو الكلام ده كله هو اللي بيعلمه لنا، هو اللي عاوزنا نعرفه ونطبقه على ارض الواقع. يبقى عظمه الخالق سبحانه وتعالى، استشعار عظمه ربنا سبحانه وتعالى في قلب الطفل، دي مهمه جدا جدا. طيب مفتاح العقيده برضه هو اهميه العقيده، لازم اعرف اهميه العقيده، ودي مهمه جدا جدا، لازم اعرف اهميه العقيده، اعرف الولد او البنت ان العقيده دي هي اصل الاسلام، اصل الدين. الرسول عليه الصلاه والسلام قعد في مكه 13 سنه في مكه بيعلم الصحابه العقيده. 13 سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه العقيده، وبالتالي انا لازم اعرف الطالب اللي عندي اهميه دراسه العقيده الاسلاميه، انها مفتاح دعوه الرسل، انها اشرف العلوم وافضلها، انها بتحقق الطمانينه والامن، انها سبب النصر والتمكين للمسلمين، سبب جمع المسلمين وتوحيدهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيها العصمه من الانحراف، ان انا ما انحرفش عن الطريق المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله للمسلمين افضل طريق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى. يبقى انا ماشي على الطريق المستقيم، هي دي العقيده، اساس البيت، اساس البنيان. تمام؟ يبقى انا قبل دراسه العقيده لابد ان انا اعرف اهميه دراستها في حياتنا، استشعار عظمه ربنا سبحانه وتعالى، اهميه العظمه دي ووسائل العظمه، ثمرات العظمه، دي مهمه جدا جدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يذكر عظمه ربنا سبحانه وتعالى وقدرته، كلما مر بمظهر من مظاهر العظمه، عظمه المولى سبحانه وتعالى، سواء في مخلوقاته او في نعمه او في صفاته او في افعاله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيجيب مظاهر القدرة من القرآن صلى الله عليه وسلم، بحيث اللي هو يعلم الصحابة عظمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى كلام المعلم والمعلمة عن الموضوع ده في العقيدة، لابد ان انا ابدا يعني اربط الطالب عندي بعظمه ربنا سبحانه وتعالى، وخاصه في الكون، وابين له كيف ان الله سبحانه وتعالى ابدع في خلق هذا الكون العظيم، وازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني قادر انه يخلق هذا الكون بكون فيكون، ولكن عشان يعلمنا ويعلم الانسان الصبر والاتقان
خلق هذا الكون في عدة أيام كما دل على ذلك السنة الصحيحة، عشان الإنسان يتعلم الصبر والإتقان في القيام بأي شيء بيقوم بيه. يبقى أنا قضيتي النهاردة مش إن أنا أدرس العقيدة وخلاص، سين وجيم سين وجيم والأولاد يجيبوا عندي 100% وانتهت القضية، لا. أنا الهدف من العقيدة ربط المسلم الصغير بالمولى سبحانه وتعالى، وربط المسلمة بالمولى سبحانه وتعالى باستشعار، استشعار إيه بقى؟ استشعار عظمة الخالق سبحانه وتعالى في مخلوقاته وفي قلب المؤمن. يبقى أنا دلوقتي لابد إن أنا أبقى فاهم مفتاح العقيدة يا جماعة، وإلا كتير جدا جدا من الناس اللي بياخدوا العقيدة بقى كمذاهب وطوائف وفرق ونفاق وكفر وشرك بدون ما يعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، في الغالب بتسبب لهم مشاكل كتيرة جدا جدا. يبقى ده بالنسبة للعقيدة الإسلامية باختصار المفتاح بتاعها. طيب ندخل في الفقه. الفقه عبارة عن إيه؟ الفقه يا جماعة عبارة عن الفهم. يعني لما أجي أقول دلوقتي التفقه في الدين يعني إيه؟ يعني معناه الفهم. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. طب يعني ايه يتفقهوا في الدين؟ عشان يفهموا الدين، عشان يفهموا الدين. الطائفة اللي ربنا سبحانه وتعالى عاوزها تتفقه في الدين دي، عاوزها ايه بقى؟ عاوزها تفهم المسلمين الفقه. طب الفقه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفهم. يبقى الفقه بمعنى الفهم، تمام؟ اي يعني زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كده بيعلمنا: من يريد الله به خيرا ايه؟ يفقهه في الدين، اي يفهمه الدين. يبقى التفقه هو التفهم في هذا الدين. طب الفقه عباره عن ايه؟ الفقه عباره عن قانون، القانون اللي يحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى على مقتضاه، على مقتضاه او بموجبه هنتحاسب امام الله سبحانه وتعالى بالفقه. طب احسن مفتاح الفقه هو ايه يا جماعه؟ مفتاح الفقه هو المحاكاه. ان انا اجي كده للوضوء، اعلم الناس الوضوء على الطبيعه، اجيب الميه ونعلم الناس الوضوء، وازاي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيتوضا بمقدار مد او بيغتسل بمقدار مثلا صاع وما الى ذلك. طبعا في الوضوء مش هنغتسل طبعا في الايه، في الفصل ونبهدل الدنيا، لكن ازاي اعلم الاولاد، ازاي اعلم البنات ازاي يتوضوا، ازاي يتيمموا، ازاي يمسح على الخف او الشراب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كده تمام يا جماعة؟ في صوت كده؟ صوت وصل؟ طيب نرجع تاني يعني هعيد الجزئية ديت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اتكلمنا على العقيدة. طيب الفقه بقى، مفتاح الفقه ايه بقى؟ اولا يعني التفقه في الدين هو ايه بقى؟ التفقه في الدين اللي انا افهم الدين. يعني الفقه بمعنى الفهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اي يفهمه هذا الدين العظيم. تمام؟ طيب الفقه هو القانون اللي ربنا يحاسبنا على مقتضاه او بموجبه. زي مثلا لو ندي مثال مثلا في موضوع الفقه اللي هو القانون. القانون طبعا الفقه المفتاح بتاعه المحاكاه. اللي انا اتعلم الفقه، اتعلم ازاي اخرج الزكاه، اتعلم ازاي اصلي، اتعلم ازاي احج، اتعلم ازاي اتيمم، اتعلم ازاي اتوضا. يبقى المحاكاه ان انا احاكي هذا القانون، ان انا اطبق هذا القانون. لو ادينا مثال وقلنا ان رجل دخل بلد ومعاه مثلا مخدرات، واتمسك على الحدود بتاعه البلد دي وراح للقاضي. قال، والقاضي بيساله بيقول له: انت جبت المخدرات دي وممنوع عليه؟ قال له: انا ما اعرفش، انا ما اعرفش اللي انتم مانعين المخدرات. طيب هل هيتعاقب ولا يعديه ويقول له طب خلاص انت ما تعرفش عدي؟ لا طبعا هيعاقبه، لانه قبل ما يدخل البلد دي كان المفروض ان هو يسال ايه القانون بتاع البلد دي؟ هل انتوا سامحين ان انا ادخل هذا النوع من المخدرات، او سامحين ان انا ادخل ادخل ازاي، او القانون بتاع البلد ده ازاي، وهكذا. يعني ايه موضوع الفقه؟ المفروض ان انا النهارده لو واحد النهارده مثلا ما بيعرفش يصلي، طب انا في ديار المسلمين، انا مش في يعني مش خارج ديار المسلمين والموضوع صعب بالنسبه لي، لا ده انا عندي نت وعندي ممكن اسال في شيخ واثنين وثلاثه، عالم واثنين وثلاثه، يبقى انا ما عنديش عذر. يبقى انا طالما انا في ديار المسلمين يبقى ما عنديش اي عذر تماما، اللي انا اعرف القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى عاوزني اتعبد بيه. تمام؟ يبقى ده معناه الفقه. ولو واحد مثلا بيطلع زكاه ماله 2%، مش عاوز يطلع 2.5، ما ينفعش، حرام، ما لا يجوز، لازم 2.5%. واحد عاوز يطلعها كل 3 سنين، لا لازم كل سنه هجريه. يبقى في قانون ربنا ربنا ادهوني في الفقه. وطبعا مصدر الفقه والعقيده القران والسنه والاجماع زي ما احنا عارفين. يبقى انا دلوقتي الفقه ده محتاج ايه بقى؟ محتاج محاكاه. محتاج محاكاه اللي انا ابين للمسلم قدامي، للطالب اللي قدامي، ابين له اهميه دراسه الفقه الاسلامي. ان ربنا سبحانه وتعالى اقول له كده: طبعا انا هطبق الصلاه، هطبق الوضوء، هطبق كل الكلام ده. فكل الكلام ده بالتالي كيفيه الوضوء، كيفيه الصلاه، كيفيه التيمم، واجبات الصلاه، اركان الصلاه، سنن الصلاه، سنن الوضوء، مبطلات الوضوء، مبطلات الصلاه، كل الكلام ده كله محاكاه. تمام؟ وبالمحاكاه اقدر اوصل المعلومه للطالب اللي قدامي. طيب اهميه دراسه الفقه، ابين للطالب كده ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الثقلين الانس والجن للعباده، وما يمكنش ان انا اتعرف على هذه العباده الا بمعرفه الفقه الاسلامي وادلته. لازم. تمام؟ طيب بمعرفه الفقه الاسلامي بينصلح تنصلح اعمال المسلم وقرباته وطاعاته لله سبحانه وتعالى تنصلح، لان انا بقى بيبقى انا ساير على قانون، انا ساير على اتباع للرسول عليه الصلاه والسلام في الكيفيه. صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى انا ماشي بالقانون اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بامر من رب العزه سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا على العقيده، عظمه المولى سبحانه وتعالى، بيامر نبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان اتعلم منه الفقه، عشان اتعلم منه الكيفيه. طيب ببين برضو باهميه الفقه ان عن طريق الفقه بعرف الواجبات والحقوق اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيني وبين الناس، فاسعد في حياتي الدنيويه وحياتي الاخرويه. الامام الزهري بيعلق كده بيقول ما عبد الله سبحانه وتعالى بمثل الفقه. ما عبد الله سبحانه وتعالى بمثل الفقه. يعني ان انا لما بعبد ربنا سبحانه وتعالى على فقه وعلى فهم، يبقى على بصيره، يبقى انا بعبد ربنا على بصيره مش على بدعه. تمام؟ يبقى لازم ابين قدامي للطالب كيفيه الفقه، ان الفقه ده قانون، القانون اللي انا ماشي بيه. تمام؟ قبل ما ادخل بقى في في الطهاره والصلاه والزكاه والكلام ده كله. تمام؟ طبعا احنا لما بندخل في اي كتاب عموما
بيتدرج الكتاب حسب المراحل السنيه المختلفه. يعني مثلا الاطفال الصغار اللي في ابتدائي بختار ما يتناسب معهم من اسئله او من موضوعات في الكتاب. الاطفال اللي في اعدادي بزود شويه، بزود الجرعه شويه. الشباب اللي في ثانوي، او في جامعه بزود اكتر، وهكذا لحد ما استوعب الكتاب كله. ملاذ اطفال المسلمين جهله، ممكن ادرسه لبتوع الجامعه، ادرسه للكبار، ادرسه للمعلمات، وهكذا. يبقى انا دلوقتي بعمل ايه بقى؟ انا بحط قانون. يبقى الفقه ده بحط قانون، يبقى انا فاهم الطالب اللي قدامي ان انا مش هعبد ربنا سبحانه وتعالى الا بهذا القانون. طيب ندخل مثلا، ناخد مثال كمان لباب من الابواب، باب مثلا الاذكار. طيب عشان ايه مفتاح الاذكار؟ مفتاح الاذكار ان انا اعمل ايه بقى؟ مفتاح الاذكار يا جماعه ان انا ابين اهميه الاذكار في حياه المسلم، انها بتحفظ المسلم من كل سوء، طمأنينه للقلب، ارتباط بربنا سبحانه وتعالى، بتيسر عليا العبادات وتيسر على طفلي وعلى الطالب العبادات. يبقى انا بعمل ايه بقى؟ يبقى انا ببين اهميه الاذكار في حياتك ايها الطالب المسلم، سواء كان صغير او كبير. يبقى ببين له كده ان الاذكار دي بتعمل انشراح للصدر، بتعمل طمأنينه للقلب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمسلم ما يشعرش بالخوف مع ذكر ربنا سبحانه وتعالى، القلوب بتطمئن. ان الاذكار دي في منها اذكار الحفظ زي ايه الكرسي وزي المعوذات، زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، الى اخر الاذكار اللي موجوده في كتب الاذكار. الاذكار دي بتحفظ اطفالنا من العين والحسد والسحر ومن كل حاجه. الاذكار دي يعني زي ما الامام ابن القيم بيقول هي اقوى واشد من سد ياجوج وماجوج، سد عظيم بيحوش الاشرار من الانس والجن عن اطفالنا وعن المسلم عموما، سواء كان صغير او كبير. يبقى انا لازم مفتاح الاذكار او مفتاح اي شيء اللي انا ابين اهميته الاول للطالب اللي قدامي علشان يعرف اهميه الشيء ده فيرتبط بيه في حياته. الاذكار طبعا تطبيقيه محاكاه، برضو بظبط الدنيا مع مين؟ مع الطفل بقى بالاذكار بالذات وفي الفقه لازم يطبق الكلام ده في البيت، ولازم الام والاب يتابعوا الطفل. ولما انا اعرف الطفل ده او الشاب اللي قدامي او البنت اللي قدامي الاذكار، واخلي الام تراجع معاها واخلي الاب يراجع معاه مع الولد، انا بدخل الاذكار وبدخل السنه البيت. ودي مهمه جدا جدا، اللي انا ما بكتفيش ان الولد والبنت يتعرفوا، لا يعرفوا الكلام ده، لا ده انا بقول له كمان طب راجع الكلام ده مع والدك والدتك، بحيث ان انا الام والاب لو ما يعرفوش انا كمان فدتهم وفدت البيت. يبقى من اهميه الاذكار كمان ترسيخ العقيده الصحيحه في نفوس الاطفال او في نفوس الطلاب وفي نفوس المسلمين. ليه بقى؟ لكثره ما تتضمنه هذه الاذكار من معاني توحيد وتفويض وتوكل، حسبنا الله ونعم الوكيل مثلا، او حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بقولها 7 مرات في الصباح والمساء. ربنا سبحانه وتعالى بيكفيني ما اهمني من امر الدنيا والاخره. يبقى بربط الولد بربنا سبحانه وتعالى، بقول له ان ربنا عز وجل هو المالك وهو الضار وهو النافع وحده سبحانه وتعالى. بعرفه المعاني الجليله لعظمه ربنا في الاذكار، تمام؟ ويستشعر ان الاذكار دي ان الاذكار دي هي الاذكار اللي بتربطه بربنا سبحانه وتعالى، علاقه قويه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى من دعاء ومن ذكر. وطبعا لازم الولد يفهم معاني الاذكار، فوائد الاذكار، والاثار اللي لازم يستفيد بيها من هذه او التطبيقات العمليه لهذه الاذكار. طيب الوقايه، طبعا الاذكار بتبقى وقايه من اي شرور زي ما قلنا، والوقايه طبعا خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج، واعظم وسيله للوقايه هي اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والتعوذ به من كل شر. يبقى اعظم وسيله للوقايه من شرور الجن والانس، عين حسد اي حاجه، هي ايه بقى؟ هي الاذكار. والاذكار كلها اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وتعوذ به من كل شر. عشان كده نجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما سحر من لبيد بن الاعصم اليهودي، نزلت المعوذتين الفلق والناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما ويترك ما سواهما. تمام؟ طيب يبقى ايضا الاذكار فيها تحصين للانسان باسماء الله الحسنى،
تمام؟ موجوده دي اسماء الله الحسنى كتيره جدا 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 في الاذكار اللي موجوده، زي مثلا ايه الكرسي اللي بتقرا صباحا ومساء وخلف الصلوات وعند النوم، وبتقرا في الرقيه الشرعيه الله لا اله الا هو الحي القيوم، الايه 255 من سوره البقره. تحصين، يبقى الاذكار دي بتحصلني ايه؟ بتحصلني من الشرور، وبتربطني بربنا سبحانه وتعالى باسماء الله الحسنى جل في علاه. طيب، يبقى انا النهارده قبل ما ادخل في الاذكار لازم ابين للطالب اللي قدامي او الطالبه اللي قدامي اهميه الاذكار. تمام؟ طب الاذكار كمان بتساعدني على ايه؟ بتسهل لي طاعه ربنا سبحانه وتعالى. الاذكار بتخلي طاعه ربنا سهله بالنسبه لي بشكل جميل جدا جدا وسهله جدا. وده اللي بيخلي اللي عاوز ابنه يحافظ على الصلاه، او يحافظ على قراءه القران، او يحافظ على بر والديه، او يحافظ على انه يتحمل مسؤوليته في دراسته. الاذكار يا جماعه، الاذكار دي كلها دعاء، كلها ربط بين المسلم وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الام والاب او المعلمه لابد ان الام او الاب يقول الاذكار مع اولاده في الصباح والمساء. لابد ان المعلمه اول ما نبدا كده درس عقيده، درس فقه، اي درس، نبدا نقول اذكار. احنا في وقت اذكار صباح نقول الاذكار، حتى لو هنبدا ببعض الاذكار الاساسيه في اذكار الصباح، حتى لو الاولاد قالوها قبل كده لا اقولها تاني، لان انا هذكر الطالب اللي ما قالهاش، هحفظهم الاذكار، هعلمهم الاذكار. غير كده كمان انا لما ابدا الدرس بتاعي او المحاضره بتاعتي بالاذكار، ايه اللي بيحصل؟ هيبقى فيه هدوء، هيبقى فيه طمانينه. الولد اللي محسود ربنا سبحانه وتعالى هيشفيه ببركه الاذكار. الجلسه هتحفنا الملائكه، هيبقى فيها جلسه كلها تعبديه، هيبقى فيها تسهيل وتيسير من المولى سبحانه وتعالى علينا. ليه؟ لان احنا بدانا بذكره سبحانه وتعالى، الا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام؟ طيب، من الحاجات الجميله برضو اللي انا بستعملها استعمال الفيديوهات الاسلاميه للاذكار. في فيديوهات جميله، المعلم بيشوف الفيديو وممكن يشغله للطلاب بتوعه، فيديو بيبقى جميل جدا. طيب، بستفيد ايه بقى من الفيديو؟ بستفيد الطالب السمعي والبصري. السمعي اللي هو ايه؟ اللي هو المعلومه بتكون علشان توصل له بشكل جيد لازم يسمعها، ده السمعي. طب والبصري لازم المعلومه يشوفها، تمام، او يقراها بعينيه او يشوفها بعينيه، سواء عن طريق كتاب او عن طريق فيديو او عن طريق على السبوره. تمام؟ يبقى ده الطالب البصري. الطالب الحسي اللي هو بيستعمل البصر والايه؟ البصر والسمع. يبقى انا النهارده لما استعمل فيديو جميل اشوفه الاول هل في مخالفات ولا لا. في فيديوهات رائعه جدا جدا، يعني مراكز اسلاميه كبيره جدا بتعمل فيديوهات في قمه الروعه. تمام؟ استعملها معايا في الاذكار او في الفقه او في العقيده. استعمل الوسائل دي، مهمه جدا جدا ان انا استعملها في التاثير وتوصيل المعلومه للاولاد والبنات. لازم استعمل الوسائل الحديثه في توصيل المعلومه. طيب، ايضا لازم بالنسبه للاذكار بالذات او الاخلاقيات والسلوكيات والاداب، برضه هتاخد نفس فكره الاذكار، ان انا استمر في التشجيع اليومي للطفل، بحيث اللي هو زي ما بعد ما حفظها وبعد ما فهمها لازم يطبقها على ارض الواقع. لازم يطبق مثلا اداب الاستئذان، اداب النوم او اذكار النوم، اداب مثلا اداب الخلاء، واداب مثلا الطعام. كل الكلام ده ممكن مثلا في يوم نجيب اكل ونبدا كده بالتسميه قبل الاكل، كل واحد ياكل من قدامه مما يليه، وبعد الاكل نحمد ربنا سبحانه وتعالى، ننظف المكان بتاعنا، وهكذا. يبقى انا بعمل محاكاه برضو، الحاجات اللي تنفع فيها محاكاه بعملها. تمام؟ الحاجات اللي محتاجه متابعه في البيت بكلم ولي الامر، الاب او الام، ويتابعوا معايا ان الطفل بيطبق الكلام ده. وده مهم جدا جدا. انا القضيه عندي مش الطفل يجي يسمع لي، مش دي القضيه. القضيه ده طبعا شيء جميل جدا اللي هو يجي يسمع لي الكلام ده بشكل كويس ويجيب درجات كويسه، لكن لازم اتابع مع الام او مع البيت، اشوف الطفل ده هل الطفل بيطبق الكلام ده ولا لا. ما ممكن طفل يكون ما بيطبقش، ودي تبقى مشكله كبيره، ان الطفل عاوز يرضي الاب والام وبيجيب درجات كويسه وخلاص. لا، الطفل لازم يعيش الاسلام، يعيش العقيده، يعيش الفقه، يعيش الاخلاق، يعيش الاذكار، يبقى سلوكه منضبط. تمام؟ يبقى لابد ان يكون في متابعه مع الاب والام او الاب او الام.
وبتابع مع الاولاد. طبعا برضو لابد ان انا ابقى عارف ان انا بتعامل مع شرع ربنا سبحانه وتعالى، وده من افضل الاشياء، الصدقات الجاريه للمسلم، ان هو بينشر علم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنه ايه بقى؟ او علم ينتفع به، او ولد صالح وولد صالح يدعو له. احنا معانا الاثنين، انت معاك النهارده المعلم والمعلمه، معاه ايه؟ معاه النهارده الطفل ده لما يتعلم العقيده والفقه والسيره والتفسير والاذكار والحديث والاخلاق والاداب والابواب دي كلها، ده هيبقى صدقه جاريه. ثانيا هيدعي للمعلم بتاعه او المعلمه بتاعته بظهر الغيب، لان ايه؟ لان هو اللي علمه هذا العلم وحببه في كلام ربنا سبحانه وتعالى، حببه في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده مهم جدا. طيب مفتاح السيره لازم لازم يبقى عندي مجموعه من القصص، مجموعه من المواقف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش اكتفي بالكتاب، لا، اطلع قصه جميله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع موقف من مواقف، مثلا قصه هدم الكعبه، بحكيها من خلال التفسير، يبقى بربط ما بين السيره والتفسير. في سوره الفيل مثلا قصه غار حراء، النبي صلى الله عليه وسلم بيتعبد قبل البعثه، كان يتعبد صلى الله عليه وسلم بعض الليالي ويأخذ الزاد من زوجته خديجة ويذهب حتى جاءه جبريل ونزل عليه الوحي. واحكي القصة الجميلة اللي الرسول عليه السلام جاي بعد ما سيدنا جبريل ضمه 3 ضمات وقال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ إلى آخر القصة، وقرأ عليه يعني بداية سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اول 5 ايات نزلت من القران، وبعد كده الرسول عليه السلام ذهب الى السيده خديجه. احكي القصه دي بقى بجمالها بقى، ازاي السيده خديجه تلقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي فزع، وهو جاي كده يعني حزين ومفزوع صلى الله عليه وسلم، بتقول له ايه؟ كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكلا، الى اخر الحديث. اربط السيره بالكلام الرائع والمواقف الجميله والقصص الرائعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي انا هدفي ايه؟ هدفي من السيره ان انا احب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون يكون قدوتي في المواقف دي كلها. تمام؟ طيب التفسير بربطه بالسيره، بربطه بالعقيده، بربطه بالفقه، حسب الاحكام اللي موجوده فيه وحسب معاني الايات، وبشرح معاني الايات. طب مفتاح الفقه ايه؟ فهم المعاني الغريبه واسباب النزول، لو في سبب نزول، زي مثلا سوره قل هو الله احد. المشركين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فانزل الله سبحانه وتعالى سوره الاخلاص: قل يا محمد الله احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام؟ يبقى انا بقى بربط السيره، بربطها بالتفسير، ولو في عندي معنى جديد زي مثلا الصمد السيد، او الذي كمل في سؤدده، او الذي تصمد اليه الخلائق طلبا في حوائجها، كل دي معاني. او الصمد معناها يفسره ما بعده: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كل دي معاني ممكن اوصلها للطفل حسب ايه بقى؟ حسب المراحل السنيه المختلفه اللي قدامي. يبقى ده برضو ده مفتاح مفتاح التفسير. تمام؟ طيب الحديث بربطه بالصحابي، يعني مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. تمام؟ ويبدا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الحديث بقى، وسيدنا عمر اللي بيحكيه او اللي بيقصه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم سيدنا عمر ده مين وعمل ايه في الاسلام، باختصار كبير قوي، وايه هي الفوائد من الحديث. يبقى انا في الحديث بربط الطالب اللي قدامي بالصحابي الجليل اللي روى الحديث، عشان اعرفه اللي ما كانش هيوصل لنا هذا الدين الا من خلال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان لما يجي واحد شيعي يسب الصحابه او يشتم في الصحابه، الولد يرد يقول له: انت بتشتم مين؟ ده دول اللي وصلوا لنا الدين. انت كده بتتعامل مع الاسلام تعامل خاطئ تماما، انت كده على ضلال. اللي هو بيتكلم بقى؟ المسلم بيتكلم الشيعي، انت كده على ضلال لما تسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمونا الدين، يبقى انت كده انت بتهدم الدين. تمام؟ يبقى
الحديث بربط المفتاح بتاعه، بربط الحديث بالصحابي، وبجيب الفوائد اللي موجوده من الحديث، اتعلم الفوائد واستخرج الفوائد، ودي طبعا تبقى موجوده في الكتب، وفي كتابنا الجميل ده موجود فوائد جميله جدا بربطها بالحياه العمليه بتاعتي. طيب طبعا احنا قلنا الاخلاق والاداب ده تطبيق عملي، بطبق في البيت، بر والدين، صله رحم، اخلاقي مع الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على الصلاه، وانا اتعلمت بقى الصلاه، وتعلمت كيفيه الصلاه زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيفيه الاذكار اللي في الصلاه زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفيه الدعاء اللي في الصلاه زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، ده كده بقى عندي ايه؟ ده انا بربط الاخلاق بالاذكار، بالعقيده، بالفقه، بالسيره، بالاداب. ده جميل. يبقى انا لما اربط كل ده ببعضه، وانا بدات في البدايه بايه؟ ببيان عظمه ربنا سبحانه وتعالى في قلب الطفل، بقوي العظمه وبخلي الطفل ده يرتبط بربنا سبحانه وتعالى، استعمل كل الوسائل اللي انا اقدر عليها، سواء بقى القصه المشوقه اللي انا ممكن احكيها، او سواء اجيب قصه بفيديو جميله جدا جدا للاولاد، او اجيب ذكر بشكل جميل جدا جدا برضو اشغله للاولاد، او اجيب مقطوعه من عظمه ربنا سبحانه وتعالى مرتبطه بالعقيده، برضو ممكن اجيب فيديو، وهكذا. يبقى انا بستعمل كل الوسائل الممكنه، سواء طريقه الالقاء او الوسائل الاسترشاديه التوضيحيه من فيديوهات، او من كتابه على السبوره، او من قصه مؤثره، او من امثله تحاكي الواقع، او من امثله عمليه نسقط هذه يعني الابواب، سواء الاخلاق او الاداب او السيره، نسقطها على الواقع. عشان ايه؟ عشان انا مش عاوز ادي المعلومه كده وخلاص، لا، ده انا عاوز الطفل اللي قدامي، او الشاب اللي قدامي، او البنت اللي قدامي، عاوزها ايه؟ عاوزها ترتبط بالدين العظيم. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا كده تقريبا خدنا ايه؟ خدنا المفاتيح اللي موجوده معانا في كتاب ما لا يسع اطفال المسلمين جعله. هتكلم معاكم دلوقتي على جزئيه تانية، جزئيه مهمه برضو في طريقه يعني اسلوب التعليم مع الاطفال، او مع الكبار، تمام، او مع اي مرحله عمريه. تمام. انا طبعا كل مرحله عمريه بديها الجزء اللي يتناسب مع سنها، الجزء اللي بيتناسب مع سنها. يعني مثلا لو انا هاجي في العقيده، مش هتكلم عن القدر لاطفال صغيرين في ابتدائي، تمام، لكن ممكن اتكلم عن القدر كده باختصار بسيط جدا مع شباب في ثانوي او في جامعه، تمام، او كبار نتكلم عن القدر، تمام. لكن اجيب مثلا اطفال في ابتدائي واعدادي واتكلم عن القدر، لا، صعب جدا، تمام. وهكذا في امور معينه بتدرج مع الطفل، بتدرج مع المسلم الصغير، ثم الاكبر، ثم الاكبر، ثم الاكبر، بحيث ان انا ادي كل واحد من هؤلاء الاطفال اللي معانا في الدوره الصيفيه اديهم، او مع اولادي اللي موجودين في البيت اديهم حسب ايه؟ حسب عقلهم، وحسب ما يتناسب مع قدراتهم العقليه وسنهم، علشان ما اثرش عليه تاثير سلبي، ما اثرش عليه ايه؟ تاثير سلبي. طيب، في طريقه جميله جدا علشان اعمل عمليه جذب للموضوع بتاعي للاولاد اللي انا بشرح لهم. علماء التربيه بيتكلموا ان انا محتاج اربع حاجات مهمه جدا اعملها. علشان ايه؟ علشان الولد الماده العلميه اللي انا بوصلها له دي يكون مبسوط منها، ويكون فرحان بيها، ويكون كمان هيجي لي المره الجايه وهو حابب ان هو يجي يقعد مع المعلم او المعلمه مره ثانيه. بيسموها ايه بقى؟ بيسموها اسلوب التصميم التعليمي. اسلوب، انا بصمم اسلوب معين جميل علشان ايه؟ اعمل اثاره دافعه للتعلم. انا عاوز اغلب اولادنا يا جماعه ما بيحبوش يتعلموا، اغلب اولادنا ما بيحبوش المدرسه، اغلب اولادنا مكرهين ان هم يروحوا الدروس او يعملوا الواجبات، تمام. فانا مش عاوز اقول له بقى كمان الدين كمان عامل زي المدرسه، عامل زي الواجبات، لا، ده الدين ده حاجه جميله قوي، ده حاجه فوق يعني فرفشه، وحاجه رائعه جميله قوي قوي قوي، وحاجه هتوصلني ايه؟ لمحبه ربنا سبحانه وتعالى اللي هي الهدف الاسمى، وحاجه هتوصلني لان انا اكون في اعلى مراتب الجنه. يبقى عندنا اربع اشياء عشان اعمل اثاره دافعه للتعلم، عشان اخلي اللي قدامي ده يتعلم بطريقه
جميله جدا جدا ويحب التعليم. اول حاجه الانتباه، اتنشن، يعني اعمل له ايه؟ عمليه انتباه، ان هو لازم الطالب ينتبه للمعلومه اللي قدامه، ولازم المعلومه عشان ينتبه ليها تكون معلومه مثيره بالنسبه ليه. لازم المعلومه تكون ايه؟ مثيره بالنسبه ليه، بوضح فيها اهميه المحاضره، زي ما احنا اتكلمنا مثلا عن اهميه العقيده وعظمه ربنا سبحانه وتعالى، اقعد اتكلم واحضر بقى عن ربنا سبحانه وتعالى وعظمه الخالق في خلق السماوات وفي خلق الارض وفي خلق البحار وفي خلق الانسان وفي خلق كل الكائنات الدقيقه الصغيره والكبيره. يبقى بيبين ايه بقى؟ بعمل له اثاره، بعمل له اثاره. يعني ايه؟ اقوم منقي مثلا حاجه كده بيبان فيها عظمه ربنا سبحانه وتعالى واعجاز رائع جدا من عظمه ربنا، وايه؟ اتكلم عليها. يبقى اول حاجه التشويق بالنسبه لاستثاره المعلومه بالنسبه للطالب، ان انا بعمل له ايه بقى؟ بعمل له اثاره المعلومه، بوضح له اهميه المحاضره، وبوضح له ايه بقى؟ اجيب له قصه مثيره تبين ايه؟ تبين مثلا عظمه ربنا لو احنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، فاثير ايه بقى؟ اخلي الطالب يشعر بالايه؟ يشعر بالاثاره، وانه بينه وبين الدرس ده او المحاضره علاقه قويه. يبقى الطالب ده بيشعر ان بينه وبين الدرس ده علاقه قويه، وده عمليه تشويق مهمه جدا جدا للطالب. في الغالب يا جماعه، يعني الدروس اللي بتقدم بدون يعني تشويق وبدون ما شد انتباه للشخص المتعلم بتبقى دروس ضعيفه جدا، ممكن يخرج منها وهو مش راضي عن نفسه، وهو ما اكتسبش المعلومات بشكل كويس، وممكن ما يطبقهاش. لكن لو عنده انتباه هيقعد من اول الدرس لاخر الدرس منتبه، لانك عملنا له عمليه اثاره، عملنا له عمليه تشويق لهذا الدرس. طيب تاني حاجه بقى ايه؟ تاني حاجه ان انا اعمل له عمليه صله، اللي انا اوصل له المعلومه دي بحياته، ان انا اضرب له امثله، ان انا ادي له قصه واثنين وثلاثه احكي له، نقعد ايه بقى؟ نفهمه ونتكلم معاه ونسقط له الكلام ده على واقع حياته بمثال واثنين وثلاثه هو مطبقهم على واقع حياته. يبقى انا بعمل ايه بقى؟ زي مثلا صلوا كما رايتموني اصلي، حديث المسيء صلاته، ان الرسول عليه الصلاه والسلام شاف رجل بيصلي فقال له إيه؟ ارجع صلي فانك لم تصلي، ويرجع الرجل مره ثانيه ومره ثالثه لحد ما الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ يعلمه الصلاه. لا ده انا بدي له قصه عشان ما يكروتش في الصلاه، ده انا بدي له قصه عشان ما يهملش في الصلاه، وهكذا. تمام؟ يبقى الصله، يبقى اول حاجه الانتباه، ثاني حاجه الصله، ان انا اوصل له المعلومه دي بحياته بضرب المثل او بضرب القصه، وازيد واعيد فيها علشان الايه؟ الولد يبقى عنده صله قويه جدا جدا ايه؟ بالموضوع اللي انا عاوز اوصله له. ثالث حاجه الثقه، ان انا اشعره بالثقه ان هو يقدر يتعلم الدرس. الدرس ده بسيط جميل جدا، حتى لو بتكلم في العقيده او فقه، لا الدرس ده جميل قوي وسهل قوي وبسيط قوي. وده بيعتمد على اتقان المعلم، اتقان المعلم للدرس، تحضيره الجيد للدرس، ان المعلم يستعمل اساليب مختلفه في التدريس، اسلوب الالقاء، اسلوب النقاش، ان انا اتناقش معاه وافهمه ويتناقش معايا ويسالني وارد عليه، اسلوب التدريب اللي انا اطرح عليه بعض الاسئله اللي انا هجاوب عليها، واعلمه ازاي السؤال ده بتجاوب عليه، وادي له بعض الاسئله اللي يتمرن عليها معايا وهو في المحاضره، تمام؟ بحيث ان انا ما اخرجوش الا وانا وصلت له المعلومات اللي انا عاوزها من درس الفقه او درس العقيده او الاداب او الاخلاق او الاذكار. تمام؟ يبقى النقاء الالقاء، وبعدين المناقشه، وبعدين التدريب بطرح الاسئله عليه. ممكن بقى اعمل كمان ايه؟ ممكن طبعا بستعمل الوسائل زي ما قلنا، دي الوسائل دي بتبقى مفيده جدا جدا للشخص البصري او الشخص الحسي. بعد كده بعد ما انهي الدرس خالص في الاخر، ممكن ايه؟ اطرح سؤال واحد اقول له ابحث لي في جوجل، على جوجل، على هذا ايه؟ على هذا السؤال، واللي هيجيب مثلا السؤال ده اجابته النموذجيه هديله جايزه طيبه. يبقى برضو بعمل له ايه؟ كل الكلام ده هتوصلني ايه؟ هتوصلني للثقه، وهي ان يشعر يعني الطالب بالثقه يعني على تعلم الدرس، عنده ثقه، عنده ثقه ان هو يقدر يتعلم هذا الدرس، وده هيوصلني بان الطالب ده ايه؟ يكون قادر على على حب هذا الدرس. يعني ان الطالب ده ازرع فيه بقى ايه؟ حب الدرس، لانه قادر على تعلم هذا الدرس. دي بتديني ايه بقى؟ بتديني شعور بالثقه. الثقه دي مهمه جدا يا جماعه. طيب بعد الثقه الشعور بالرضا. يعني ايه الشعور بالرضا؟ ان انا دلوقتي الطالب ده حس ان هو انجز،
لما انا اتناقشت معاه واديته اسئله وحلها و... وممتاز جدا، وانا قاعد اقول له يعني برافو عليك، انت ممتاز ما شاء الله ربنا يبارك، انت جميل جدا في طريقه فهمك كويسه، تمام، يبقى عنده ايه؟ وصلته للشعور بالرضا عن المعلومه اللي انا اديتها له، وانجز، يحس اللي هو ايه؟ انجز انجاز كبير جدا جدا. نخلي بالنا يا جماعه من الطالب الضعيف، وانا دايما بنبه على الطالب الضعيف، على الطالب اللي قدراته ضعيفه، او الطالب اللي مش منتبه معانا. ان انا برضو المعلم الجيد والمعلمه الجيده اللي بيقدروا يوصلوا الطلاب او الاطفال اللي مش منتبهين لدرجه الانتباه، الاطفال اللي ما عندهمش المعلومه كامله، بيوصلوا المعلومه بطريقه كويسه، تمام. بيشجعوا، يعني قضيه اللي انا اهتم بالطفل القوي او الطفل الذكي او الطفل اللي درجه حفظه عاليه، ده كويس جدا، بس المعلم المتميز اللي بيهتم بكل الاطفال على كل المراحل، وممكن اخد بعض الاطفال الضعاف عن طريق معلمه تانية مثلا موجوده في الدار، تديني ايه؟ تديني بعض تركز معاهم على بعض المعلومات اذا كان عندهم ضعف في الحفظ او عدم انتباه باي شكل من الاشكال، ممكن اديهم الدرس ده بشكل كويس جدا جدا، او اعيد لهم الدرس واكرره لهم مره واثنين وثلاثه، ودي هتلاقي مشاهده. مش كل اولادنا قدراتهم واحده يا جماعه، ممكن تلاقي قدرات عاليه وقدرات اقل واقل. يبقى الطالب الضعيف ده بحاول بقدر الامكان ايه؟ بحاول بقدر الامكان ان الطالب الضعيف ده اهتم بيه وادي له المعلومه مره واثنين وثلاثه. احكي لكم قصه كده. القصه دي بتحكي ان بعض الطلاب اللي موجودين في فصل من الفصول، المعلمه بتاعتهم غابت لانها كانت مريضه، فجت معلمه تانية دخلت الفصل، فوجدت ان هناك طالب الاولاد قاعدين يتنمروا عليه ويقولوا فلان الولد الغبي الغبي الغبي، وبيشتموه. فسالتهم المدرسه انتوا ليه بتشتموه وكده؟ عيب وما يصحش. قالوا لهم فقالوا للمدرسه يا ابله الولد ده، الابله اللي قبل حضرتك هي كانت دايما اللي تقول له انت غبي، انت ما بتفهمش، انت هتفضل طول عمرك ما بتفهمش، انت اخرتك تشتغل تباع او تشتغل زبال او تشتغل في اي مكان ملوش قيمه. فالمعلمه دي كانت معلمه تخاف ربنا، معلمه ذكيه جدا. عملت ايه المعلمه دي؟ المعلمه دي خدت الولد وخدته في المكتب بتاعها بعد الفصل الدراسي، واتكلمت معاه ورفعت من معنوياته، وقعدت ايه بقى؟ قعدت تعلمه الدرس اللي هي هتشرحه المره الجايه وتحفظه له وتدي له بعض الاسئله وهو يجاوب معاها وتحفظ له الاسئله، لحد ما جه الدرس اللي جاي وبدات تسال اسئله فيرفع ايده لانه جاوب معاها، فتقول له ممتاز، انت ما شاء الله عليك، انت ذكي ربنا يبارك، وهكذا لحد ما الولد المعلمه دي خدت بايده، وبدا الاطفال ما يتنمروش عليه، بدا الاطفال ما يشتموهوش، بدا الولد ده ياخد ثقه في نفسه، بدا يبقى عنده انتباه، بدا يبقى عنده رضا انه انجز، تمام. الولد ده بيحكي بيقول انا النهارده دكتور كبير جدا جدا على مستوى العالم، وده كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم المعلمه بتاعتي اللي علمتني واخذت بايدي لحد النجاح الكبير قوي. مفيش حد غبي يا جماعه، كل واحد بس ليه مفتاح، واحنا مش عارفين نوصل لمفتاح اولادنا. يعني كل ولد وكل بنت قد يكون عنده يعني اغلاق في دماغه بالنسبه للام او بالنسبه للمعلمه او بالنسبه للمعلومه. انا مش عارف افتح مش عارف اجيب المفتاح، يبقى مش معنى كده ان الطفل عندي طالما هو سليم، طالما هو ما عندوش امراض عقليه او امراض عصبيه، يبقى الطفل ده بقى ايه؟ انا مش عارف اجيب مفتاحه، تمام. وبالتالي لازم اسال حد اكثر خبره مني. ومن الحاجات المهمه جدا جدا للمعلم والمعلمه انه قبل ما يبدا المحاضره بتاعته لازم يتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان هو ايه بقى؟ ان هو ربنا يوفقه، ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، ان ربنا يفتح عليه سبحانه وتعالى. ودايما يعني لما كنا بنسال اساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا يعني ايه هي اهم حاجه في المرحله التعليميه، فكان دايما العالم الكبير يقول لنا ايه ويعلمنا؟ يقول المعلم والمعلمه هو اهم شخصيه. قضيه المناهج الطيبه كتيره، المناهج الكويسه على القران والسنه كتيره جدا جدا، لكن المهم ايه؟ المعلم اللي بيوصل المعلومه، المهم المعلم القدوه. اهم حاجه في المرحله التعليميه المعلم القدوه، لان الولد والبنت بيبصوا ليه بالميكروسكوب، بيبصوا له وبيصوروا كل حاجه بيعملها من سلوكيات ومن اخلاقيات، وبالتالي
الولد او البنت لو احبوا المعلم او المعلمه هيبقى سهل جدا جدا ان هم يطبقوا المعلومه اللي بتوصل لهم بشكل جميل وبشكل محبب الى قلوبهم، لانهم بيحبوا مين؟ بيحبوا المعلم والمعلمه. وده كان هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابه كانوا بيحبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حب كبير جدا 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 جدا، فكانت اي معلومه بتوصل لهم كانت المعلومه بتوصل لهم بحب. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى اكرمه ووفقه ان هو ايه؟ ان هو يخلي الصحابه يحبوا ربنا سبحانه وتعالى ويحبوا الاسلام ويحبوا هذا الاسلام في ايه؟ في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم القدوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. يبقى هنا المعلم والمعلمه مهم جدا 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 ان هو ايه؟ ان هو يحضر الدرس كويس، ان هو يتعامل مع الاولاد برقي اخلاق، مفيش ضرب، مفيش شتم، مفيش تعليق صوت، ممنوع. ممنوع ان حد يضرب ويشتم تماما، ممنوع ان حد يعلي صوته، لا يكون الصوت ايه؟ ممكن يبقى عندي نبرات فيها حزم، فيها قوه، فيها رحمه، فيها هدوء، فيها لطف، فيها حزم. كل ده ممكن المعلم بيستعمله طبعا. مش المعلم مش هيسيب الفصل كده، لا، ده في اداره قويه للفصل. تمام. ودي ان شاء الله ممكن نبقى نتطرق اليها في بعض المحاضرات الثانيه، ندي اداره الفصل ازاي ندير فصل بشكل معين، في اطفال مشاغبين، في اطفال مش منتبهين، وهكذا. يبقى لازم المعلم يتعلم ازاي يدير الفصل بتاعه، يتعلم ازاي يكون قدوه. المعلم لازم يكون مصلي الصلوات، ما بيضيعش صلوات، خاصه صلاه الفجر، يكون بيصلي الفجر حاضر، يكون قايل اذكاره، يكون داعي ربنا ان ربنا يوفقه سبحانه وتعالى، يكون عنده قدر من ورد قيام لليل، دعاء، تضرع، استغفار، بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، اقواله كلها صدق، اعماله فيها يعني بتتمثل في الامانه والصدق وما الى ذلك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وكان ابوهما صالحا. يعني كان ابوهما صالحا برضو دي مهمه جدا، ان انا دلوقتي بصلاح الاباء بينصلح الابناء، بصلاح المعلم بينصلح الطلاب، وهكذا. يبقى الطالب المعلم عليه عامل كبير جدا يا جماعه. انا مش هقول بقى الولد ده ما ترباش والولد ده قليل الادب، لا، انا اللي اقدر يعني احول الطالب الغير مؤدب لطالب مؤدب، الطالب الضعيف الى طالب قوي، باستعانه بالله سبحانه وتعالى وبمهارات انا بتعلمها. وعندنا على النت حاجات جميله، يعني عندنا على النت حاجات يعني في قمه الروعه، من معلمين ومن مدربين ومن اساتذه في التربيه ومن مشايخ ومن علماء. تقدر المعلمه تدخل على جوجل، تقدر المعلمه او المعلم يدخلوا على اليوتيوب يسمعوا يتعلموا ازاي يوصلوا المعلومه كويس، ازاي يديروا الفصل كويس، ازاي ايه هي مفاتيح العلوم الشرعيه. كل الكلام ده لازم احضره. يعني انا بديكم بس كده نبذه مختصره، لكن كل طبعا معلم معلمه لازم يخطط للدرس بتاعه، ولازم يبقى عارف هيتكلم في ايه ويدي ايه، وايه الاسئله اللي هيطرحها على الطلبه، وايه الاسئله اللي هيديها كبحث منزلي وما الى ذلك. نقطه مهمه جدا برضو يا جماعه عاوزين برضو نتطرق اليها، وهي نقطه الموبايل. اللي انا عندي النهارده في الصيف الاولاد كلهم دلوقتي بيستعملوا الموبايل استعمال خاطئ، بيضيعوا وقتهم تضييع كبير جدا قدام الموبايل. عندي فكره، حاولوا تطبقوها، وفكره جميله جدا تبقى في ميزان حسناتنا جميعا. ان انا دلوقتي في برنامج اسمه جوجل فورم. الجوجل فورم ده بيتيح للطفل ان هو يستعمل الموبايل ساعتين فقط، بيبقى مرتبط بموبايل الاب او الام، وبعد ساعتين بتقفل الموبايل، ما يقدرش يستعمل الموبايل الا ساعتين بس في اليوم. تمام. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اخلي الاولاد يدخلوا على الجوجل فورم ده، الاب والام قصدي يدخلوا على الجوجل فورم يبرمجوا موبايل الاولاد واعمل لهم جايزه. نتفق مع الاب والام ان الاب والام لو الولد استعمل الموبايل في خلال ساعتين كل يوم فقط لحاجات كويسه انا هديها له، انا هقول له مثلا شوف المحاضره الفلانيه او الكرتون الفلاني الاسلامي بشكل كويس جدا جدا، ولخصه لي وقت لي الفوائد منه. يبقى انا بربطه دلوقتي بكرتون اسلامي، انا عارف الكرتون ده، وانا عارف الكرتون ده هيديني معنى ايه،
تمام، يبقى انا بربط الولد بحاجه كويسه، او محاضره معينه جميله برضو اقول له لخص لي المحاضره، او حاجه جميله جدا جدا مرتبطه بالموضوعات الجميله اللي انا بديها من اخلاقيات او سلوكيات او قصه مؤثره، قصه صحابي مؤثر مثلا للدكتور نبيل العوضي او لغيره من العلماء الافاضل اللي موجودين على اليوتيوب بشكل كويس جدا، واسلوبهم راقي واسلوبهم جذاب. تمام، يبقى انا بربط الولد سواء كان شاب بقى في ثانوي او بنت في ثانوي او في اعدادي او ولد صغير، كل واحد حسب بقى ايه، حسب ما يعني يعني حسب اللي يتماشى مع ايه، مع عقليته ومع يعني قدراته ومع سنه، مع المرحله السنيه المختلفه. وبربط الكلام ده مع ولي الامر، ولي الامر هيفرح معاه قوي ان هو يقدر بعد كده مثلا يسيطر على ابنه، مثلا الولد اللي مثلا هيقدر يعمل حاجات كويسه على الموبايل ومش هيستعمل الموبايل اكتر من ساعه او ساعتين في اليوم كل يوم لمده شهر، مثلا الاب هيكافئه انه يجيب له مثلا هديه جميله طيبه، او يديله 50 جنيه، او يجيب له حاجه هو بيحبها سواء اكل او سواء لعبه وما الى ذلك. يبقى انا بعمل ايه بقى؟ انا ببرمج الموبايل اللي هو بيفسد اولادنا، اللي فيه انحرافات كبيره جدا جدا. يعني انا اعرف ناس انحرفوا بسبب الموبايل، وصلوا درجه من درجات التشيع، او درجه من درجات الالحاد، او درجه من درجات التصوف البعيد عن الدين خالص، او البدع او الاشياء اللي زي دي بسبب الموبايل. في ناس برضو دخلت على مواقع اباحيه واشياء سيئه جدا جدا بسبب الموبايل، بنات بيكلموا صبيان بسبب الموبايل، اولاد شربت مخدرات او سجاير بسبب الموبايل. يبقى انا بستعمل الموبايل هنا ايه بقى؟ بستعمله في الخير، وبعمل تحفيز للولد والبنت. دي مهمه جدا يا جماعه، بعمل تحفيز للولد والبنت ان هو ايه، ان هو يستعمل الموبايل ده في الخير. واتفق مع ولي الامر العاقل الحكيم ان احنا نكافئ هذا الطالب او هذه الطالبه او هذا الطفل او هذه الطفله بايه، على حاجات طيبه جدا يستفيدوا بيها. حاولوا بقدر الامكان تعملوا الكلام ده يا جماعه. برضه هديكم بعض الافكار اللي ممكن تعملوها برضه لاولادكم في البيت، وان كان ده يتسنى في دور القران ممكن تعملوها، وممكن لو في البيت انتوا تعملوها مع اولادكم. انتوا ممكن برضو مع الاولاد، الولد لو في اعدادي او في ثانوي ممكن نعلمه صنعه، مع هو بيحفظ قران وبيتعلم القران في الصيف وبيروح المسجد او بيروح دار القران، ممكن برضو اوديه ورشه من الورش يتعلم مثلا النجاره، يتعلم السباكه، يتعلم حاجات كويسه تفيده، يستفيد بوقته بشكل كويس، اوديه عند حد كويس وقت الصلاه بيصلي وما الى ذلك. ودي هتاثر برضو على الولد بشكل كويس جدا جدا جدا، بدل ما هو يضيع وقته بقى في حاجات ايه. ما فيش مشكله اللي هو يلعب رياضه طبعا، وده حاجات كويسه جدا اللي ابننا يلعب رياضه وحاجه مفيده، او يخرج يلعب كوره، ما فيش مشكله، بس لازم يكون عندي قران، عندي مواظبه على الصلاه، عندي حاجه مفيده بيتعلمها في الصيف. تمام، وعندي كمان رياضه مفيده بيتعلمها، رياضه بتدي ثقه في النفس بشكل كبير جدا. برضو ده بالنسبه للاولاد. اما بالنسبه للبنت بعلمها الاشغال، علمها حاجات تفيدها من التطريز، الخياطه، تعمل اشكال معينه، تتعلم طبخات معينه جميله، والام تقعد تعملها مع البنت بشكل كويس وما الى ذلك. تمام، ده مع القرآن، مع الحاجات الجميله اللي احنا بناخدها في دار القرآن، زي كتاب مثلا ما يسع اطفال المسلمين جهله، او كتاب اسلامنا الجميل، الشيخ عصام وفضيله الشيخ سيد، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، يعني اخرجوه لينا مع الفريق العمل اللي معاهم. فالحاجات دي كلها انا اقدر اشغل وقت الطفل والطفله، اشغله بعيد عن الموبايل، بعيد عن الموبايل. يعني يا جماعه الابحاث الحديثه بتبين ان الموبايل من أسوأ انواع الادمان اللي موجوده، اللي بيتاثر بيها اولادنا. الموبايل من أسوأ انواع الادمان اللي بيتاثر بيها اولادنا. الاولاد بيتاثروا بيه بشكل كبير جدا، وبرامج سيئه جدا جدا موجوده سواء تيك توك او غيره، برامج هدامه للدين وللدنيا، بتخرج ولد سيء جدا، لا يتحمل المسؤوليه، مفيش علاقه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، مفيش علاقه بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام، مفيش علاقه بينه وبين الاسلام. تخرج بنت مش قادره تتحمل مسؤوليه اولادها، مش قادره تحترم زوجها، مش قادره تقدس الحياه الزوجيه وتعتني باولادها وتربيهم.
يبقى كده دمرنا ايه؟ دمرنا اجيال المسلمين. وبالتالي انا محتاج ان انا برضو اربط الاولاد بالحياه العمليه. انا مش القضيه عندي مش كثره المعلومات، قضيه عندي مش اللي انا اوصل كل معلومات الكتاب للولد والبنت ويجيبوا 100%، لا، قضيه عندي ان انا المعلومه اللي اديها تطبق تطبيق عملي سليم على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بشكل كويس جدا جدا. الولد ده يكون مستقيم، الولد ده يكون سوي، الولد ده ما يكونش منحرف، الولد ده سلوكه أخلاقه تكون طيبة جدا جدا، مرتبط بالرسول عليه الصلاة والسلام، محب لربه، معظم لشعائر المولى سبحانه وتعالى، معظم لأوامر المولى سبحانه وتعالى، بعيد عن كل ما نهى عنه المولى سبحانه وتعالى أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قدوته الوحيدة في الدنيا دي كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هكتفي معاكم بهذا القدر النهاردة إن شاء الله يا جماعة، وبإذن الله يبقى لنا لقاءات تانية إن شاء الله. هفتح يعني لمدة 10 دقائق فقط، اللقاء مفتوح، اللي عاوز يسأل سؤال لمدة 10 دقائق فقط وننهي المحاضرة بإذن الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فضيلة الدكتور جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. شكر الله لكم جميعا. لو فضيلة الدكتور معانا ممكن لو في بعض الأسئلة يا دكتور. اتفضل يا مولانا، اتفضل حضرتك. بعض الأسئلة الأخوات. السن المناسب لتدريس ما لا يسع المسلم جهله، وما السن المناسب لتدريس إسلامنا الجميل؟ تفضل فضيلتك. اسلامنا الجميل زي ما حضرتك تفضلت وعلمتنا، يعني ممكن يوصل لحد يعني تانية ابتدائي وثالثه ابتدائي. ما لا يسع اطفال المسلمين جهله بنكمل بعد اسلامنا الجميل لحد ما المجموعه الطيبه اللي بتاعت اسلامنا الجميل تنزل ان شاء الله. فكتاب ما لا يسع اطفال المسلمين جهله على 3 مراحل قسمناها: الف وباء وجيم. الف بناخد من بعد اسلامنا الجميل لحد فتره ابتدائي كلها. باء فتره اعدادي. باء فتره اعدادي. جيم فتره ثانوي وجامعه ومعلمات، اللي هو الكتاب كله، اللي هو الكتاب كله ان شاء الله. يعني دي على حسب تقدير المستوى التعليمي من لدن المعلمة أو الإدارة. بالظبط يا مولانا، بالظبط. واحنا برضو من باب الإرشاد هنبعت جدول في ألف الأسئلة اللي ممكن نستعين بيها في السن ما بعد إسلامنا الجميل، ما بعد ثالثة ابتدائي، ما بعد إسلامنا الجميل هنبعت اللي هي فيها ألف. باء دي بقى أكبر شوية، دي مثلا ناخد تانية إعدادي، ثالثة إعدادي، واخد بال حضرتك. وبعد كده بقى ثانوي بقى كبر شوية، يقدر ياخد بقى إيه، يقدر ياخد الكتاب كله إن شاء الله بإذن الله. متى يكون متاح لأولياء الأمور والمعلمات المباركات والمعلمين الاطلاع على هذه التفصيلات والمنهجية لتوزيع؟ ان شاء الله انا ابعت مباشره باذن الله بعد المحاضره لحضرتك التقسيمه، وان شاء الله باذن الله المعلمات كلهم الكتب وصلت ان شاء الله من المطبعه، وان شاء الله باذن الله يجي لهم الكتاب لكل المعلمات باذن الله. يعني ممكن يبعت لهم السبت، لو استاذ عبد الرحمن متكرما يبعت لي سياره كتب تبعت لهم ان شاء الله السبت باذن الله ان شاء الله. طيب، يعني مبدئيا إسلامنا الجميل ممكن إلى الصف الرابع أو الثالث الابتدائي، والخامس والسادس الابتدائي يكون الإعدادي والثانوي، صحيح بإذن الله كده؟ إن شاء الله مولانا. طيب، الأخوات اللي عاوزين يسألوا أي أسئلة تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معايا في الحلقة بتاعة القرآن يعني بنات إعدادي وأولى ثانوي، بس أنا مهما بحاول معاهم إن هم يجيبوا التجويد، لا، يعني هم مش عايزين ياخدوا الأحكام، بس هم مرتبطين بالمكان وحابين يجوا المعهد، بس أنا مش بلاقي منهم أي مجهود في الأجازة إن هم يحفظوا ويجيبوا القدر أو المستوى المناسب للحلقة، فكيفية التعامل معاهم؟ حضرتك بتحفزيهم؟ من حيث إيه تحفيز؟ التحفيز مثلا بنعمل لهم مثلا مسابقة مثلا بشهادات تقدير مثلا في آخر الحلقات كل شهر.
لا، في اخر الترم، يعني كل شهر بنعمل امتحان في القرآن وفي في التفسير، الحاجات اللي هم خدوها في التحفة، وبنيجي اخر الترم بنعمل حفلة وبياخدوا شهادة تقدير وجوائز كويسة، لكن هو تمام. مش شهر. تمام. هو هنا بالنسبه للجزئيه ديت هرجع تاني لفكره التدريس، وهي فكره ان انا طالما انا بتعامل مع العلوم الشرعيه، يبقى لازم في البدايه ببين للاولاد اللي عندي عظمه ربنا سبحانه وتعالى. لازم اربطه بربنا سبحانه وتعالى. هو لو ارتبط ان الكلام ده هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به الله على الحقيقه سبحانه وتعالى، واسمعه جبريل، وجبريل عليه السلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علمه الصحابه، والصحابه نشرت القران ده. فطريقه التجويد دي هذا هو كلام الله. ده القران ده هو الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى. تمام. فانا لما اربطه بالعظيم، وان هذا القران العظيم تكلم به ربي سبحانه وتعالى، يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم في البدايه ابين له عظمه ربنا سبحانه وتعالى علشان يرتبط بايه؟ بكلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا لو بدات معاه بالتجويد مهما عملت مش يعني مش هتؤتي ثمارها. يبقى لازم الاول اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى الاول. حضرتك حضري كويس قوي مظاهر العظمه، كيفيه نزول القران، يعني كيف كان ينزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ازاي الصحابه بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام جمعوا القران ونشروه على كل ارجاء الدنيا دي كلها، وتعبوا وسافروا، وازاي التابعين تعلموا من الصحابه ونشروا لنا القران ووصلوا لنا القران. الكلام ده كله هيأثر في نفسيه البنت بشكل كبير جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان البنت لازم تسمع القرآن، لازم تسمع القرآن في البيت من اي شيخ هي بتحبه. فحضرتك برضو ممكن في يوم كده تقولي لهم انت بتحبي تسمعي مين، تسمعي القرآن بصوت مين، وانت بتسمعي بصوت مين. ولازم يعني يبقى عندهم زي كده ايه، يعني ورد سماع. زي ما في ورد قراءة يبقى ورد سماع. ورد السماع ده مهم جدا جدا. سماع القرآن وقراءة القرآن ده الوقود، ده الوقود بتاع التجويد وبتاع الحفظ، ده الوقود اللي بيخليني أحب القرآن. تمام. يبقى سماع القرآن برضه في البيت ده ممكن أعمل له ورد عن طريق الموبايل. برضه في برامج كتيرة جدا جدا جميلة حضرتك ممكن تعرفيها للطلبة، بحيث ان هم في البيت يستفيدوا بهذه البرامج. تمام كده؟ وضحت الدنيا ولا؟ ان شاء الله. بس انا ليا سؤال، البنات بقى اللي مهما بنعمل معاها كده ومعاها برضو الواجب وسماع الحصري يوميا وكل الجدول ده اللي تقريبا ما بيتعملش منه حاجة، هل انا اشد عليهم؟ بس انا بخاف اني اشد عليهم ما يجوش المعهد، لان هم يعني لا مرفهين. بص حضرتك، احنا بنوصل يعني لما ما نستطيع معاه مع الاولاد. وطالما الولد او البنت، بالذات البنت، بتيجي بتسمع من حضرتك وبتتعلم منك، فاكيد هي وصلت لدرجه معينه، ما فيش مشكله بناخد الحد الادنى معاها. وبرضه ممكن تشوفي حضرتك اولياء الامور، يعني ممكن تقابلي اولياء الامور تعملي مثلا ده بعد اذن الشيخ عصام، مثلا لو الشيخ عصام بيسمح بذلك يبقى في اجتماع لاولياء الامور. بعض اولياء الامور بتوع اللي البنات دول مهملين شويه نتكلم معاهم، يعني لان ممكن يكون البيت اصلا ما بيساعدش. جو البيت بيشغلوا اغاني، بيشغلوا افلام، بيشغلوا مسلسلات. طبيعي لو البيت بيشتغل فيه افلام ومسلسلات واغاني، طبيعي ان انا البيت ده هيبقى ضعيف جدا جدا في القران. اكيد، ما حضرتك احنا عندنا، انا مش تبع الجمعيه تبع الاكاديميه الفتح، تمام. انا تبع جمعيه ثانيه بس حاضره تمام. ضيفه. بس هم البيت عندنا في الاولاد البنات اللي عندي لا، ما فيش اي نوع من الالتزام خالص، يعني خالص. بص حضرتك، لو عملت لهم ورد سماع، ان البنت دي تشغل القرآن في البيت كل يوم فترة معينة، وقبل ما تنام تشغل القرآن برضه وتسمعه فترة معينة. سماع القرآن تربية. سماع القرآن تربية كبيرة جدا جدا جدا. ده مع الالتزام بالاذكار. احنا لسه كنا بنقول مفتاح الاذكار ان انا اقول الاذكار دي بتسهل عليا الطاعه. البنت لو التزمت باذكار الصباح والمساء واذكار اليوم والليل عموما، زي اذكار النوم واذكار الدخول والخروج من المنزل والكلام ده، الاذكار يا جماعه نفسها بتطمئن القلب. الاذكار بتعمل تنظيف للقلب المسلم والمسلمه، تعمل تنظيف لقلب الطفل والكبير. فالاذكار مهمه جدا جدا مع سماع القرآن. هي ممكن ما تقرأش،
يبقى انا اشتغل معاها اذكار، ااكد عليها قوي قوي قوي. الاذكار هتعمل ايه بقى؟ انا لما اقول اذكار هتطرد الغناء، تخليني ابعد عن الغناء شويه، تخليني ابعد عن المسلسلات والافلام شويه. واهم حاجه حضرتك اشغليها بحاجه في البيت. اساليهم دايما الاولاد البنات اللي زي دولي، انت بتضيعي وقتك في البيت في ايه؟ اشغليها بحاجه مفيده. انت معايا حضرتك؟ قولي لها مثلا اعملي مثلا زرع للفل او الياسمين، او مثلا بعض الاشغال اللي ممكن تدخل على النت وتستفيد بيها. يعني لازم الولد والبنت يشغلوا نفسهم، والا نفسك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فدي مهمه جدا جدا يا جماعه، ان المسلم ياخد باله من اولاده او الاطفال اللي موجودين بتعلمه، ان انا يبقى دايما اشغلهم بوقتهم. ربنا سبحانه وتعالى شغل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بايه وهو طفل؟ برعي الغنم، بالتجاره، بالتفكر في الاء الله سبحانه وتعالى في غار حراء. ان الرسول عليه السلام كان بيجلس يتعبد ربنا سبحانه وتعالى قبل البعثه. يبقى عندي ايه؟ ما كانش بيضيع وقته، ما كانش بيروح يسجد لصنم او يشرب خمره او يزني او يفعل الكلام ده، يعني حاشاه، ربنا حفظه سبحانه وتعالى. طيب طريقه الحفظ اللي ربنا عملها مع الرسول عليه السلام اللي احنا محتاجين نعملها مع اولادنا، اللي انا اشغل وقته بشيء مفيد في الاخره او في الدنيا، باي شيء مفيد، اي شيء مفيد، بحيث ان الولد او البنت يكون يومهم كله ايه؟ يوم اغلبه كويس، اغلبه كويس. والاذكار يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. الاذكار بتضبط الولد والبنت، وسماع القران يضبط الولد والبنت، ورد القران القراءه يضبط الولد والبنت، حفظ القران يضبط الولد والبنت، وهكذا. ممكن بقى حضرتك برضو الاولاد دول انت بتديهم التجويد بالتلقين. يعني لو هم مش عاوزين يعرفوا قواعد ممكن ما اعلمهمش القواعد، لكن اعلمهم الغنه، اعلمهم الاخفاء، اعلمهم المدود ازاي، وهكذا. اشرح لهم على السبوره وياخد مني التجويد بالتلقين. دي برضو فكره، ان انا برضو اللي هيعاكسني في جزء معين اخده من ناحيه تانيه. تمام كده؟ تمام، شكرا، بارك الله فيكم. الله يكرمك. في اي سؤال تاني يا جماعه؟ بنوه لحضرتك يا دكتور والسامعين والأخوات والإخوة، ممكن أنوه بس اتفضل يا تنبيه. مولانا، اتفضل حضرتك، اتفضل يا سيدنا. تنبيه إن الدكتور الشيخ سيد صلاح له محاضرة عن منهجية التميز في تدريس القرآن ونور البيان ما يوم شاء الله. الأحد. يا ريت كلنا ندعو الناس جميعا، وكما ذكرنا أخواتنا لله أن تنتفض الأمة كلها وتنهض لتعليم أولادها في الدورة الصيفية في كل العالم، وليس أقل من أن ننشر هذا الإعلان لكل الناس، لكل الأخوات، لكل الأمة، حتى يكون أبناؤنا قرآن يمشي على الأرض ونسعد بهم ونحيا معهم ونعيش في جنة القرآن، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ان شاء الله. الاحد الساعه كام يا مولانا؟ نعم، المحاضرة الساعة 5 يوم الأحد. الاحد ان شاء الله باذن الله ننشرها في الصعيد وفي بحري وفي كل حته باذن الله، في الدنيا كلها ان شاء الله باذن الله. باذن جزاك الله الله. خير يا دكتور. وبالمناسبة برضك بنذكر أن محاضرة الشيخ مصطفى والمحاضرات السابقة عن الدورة الصيفية كيف نحبب أبنائنا في القرآن وفي دور القرآن وفي تعليم القرآن أصبحت منشورة أيضا على كل الجروبات لمن أراد أن يراجع محاضرة الشيخ مصطفى درويش رحمه الله. الشيخ وهذه مصطفى كانت درويش يا جماعه من الناس المتميزه جدا. الشيخ مصطفى درويش يعني من العلماء الافاضل والاخوه الافاضل اللي فقدناهم، من الناس المتميزين جدا في طريقه تحبيب اطفالنا للقران. والاخت اللي كانت بتسالني لو دخلت على محاضرات الشيخ مصطفى والشيخ سيد يعني هتجد يعني ما يسرها باذن الله ان شاء الله. في أكاديمية الفتح. يا دكتور يا ريت ننتهز الفرصة أن حضرتك تدعم، وحضرتك يعني لك على دماغي، يعني تحت امرك يا مولانا. لك يعني مكانة في قلوب الخلق وفي قلوب الله يسترك، الله يسترك يا سيدي. ان شاء في الله باذن نحن. الله ننشر محاضرات الشيخ مصطفى والشيخ سيد باذن الله ان شاء الله. جزاك الله خير يا دكتور، بارك الله فيك. تفضل. ممكن سؤال دكتور لو سمحت؟ اتفضل يا حبيبي.
هو السؤال متعلق بابني. انا ابني دايما يعني الحمد لله احنا البيت بنحاول ان احنا نربي على الطرق الإسلامية، بس هو دايما بيعاند ويمد ايده، واستخدمت الطرق المحببة ان انا احفزه كده. بيمد ايده ان هو يسرق، بيشتم. مع عنده كام اني سنه؟ اخوه اكبر منه ما بيعملش كده. عنده 7 سنين. تمام. هو الولد الوسطاني. تمام. يعني بيسرق يعني ايه؟ بس يعني بياخد اكل من وراكي مثلا ولا فلوس؟ بياخد بياخد مني فلوس مع اني انا بديله. يعني انا تمام. مش ما بديش، بس بتفاجئ ان هو جاب حاجات ويقول لي ده كانت هنا، ده كانت هنا كده. وانا خايفة تمام. ان الموضوع ده يبقى منتشر بره بقى، ان هو خد من في البيت فياخد من بره عادي. اتكلمت معاه اللي هو ان انا احفزه، او ان انا لا ما ينفعش وحرام كده. برضه ما فيش نتيجة بصراحة. هو ضربت. مش هيفهم حاجه حرام دلوقتي، لكن انت ممكن حضرتك مبدئيا ما تحطيش اي هو فلوس قدامه. هو تانية مبدئيا. ابتدائي. ماشي، مبدئيا ما تحطيش اي فلوس قدامه. ثانيا، ان حضرتك دايما تديله مصروف، لو ظروفك ميسوره اديله مصروف الى حد ما معقول. معقول اللي هو ممكن يجيب مثلا حاجه ياكلها كويسه، بحيث اللي هو ما يبصش لزملائه ويمد ايده. هو يبقى مش بقول لك اديله حاجه كبيره، لا مش حاجه كبيره، انا بتكلم على مصروف معقول. معقول. ما تاثريش معاه في المصروف، بحيث ان انت يديله حاجه معقوله قوي يشتري بيها. دي نقطه. النقطه الثانيه، حاولي بقدر الامكان برضو يعني تعملي له حاجات حلوه في البيت. ما تربطوش بالحاجات بره البيت، كل شويه يشتري من بره. لا، اعملي له مثلا كيك، اعملي له حاجات حلوه في البيت. اربطيه بالحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها، بحيث اللي هو ممكن ياخد مثلا ورا حضار القران، رايح المدرسه، ياخد حاجه حلوه من البيت بدل ما هو يشتري. وحتى لو يشتري حاجه بسيطه قوي، يشتري حاجه بسيطه. تمام. بس اهم نقطه، ابعدي عنه الفلوس، ما يشوفش الفلوس، ما يعرفش انت عيناه فيه. تمام. تمام يا دكتور. جزاك الله خير. برضه بارك. اتفضل يا سيدي. لا تفضل، انا بستمع بقى، اقول جزاك الله خير. النقطة مهمة حضرتك برضو. ادعي له، ادعي له وارقيه دايما. وادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يصلحه ويهديه. ودايما يعني عوزيه. والدعاء مهم جدا جدا يا جماعة. الأطفال يعني الدعاء مهم جدا جدا للأطفال. الأطفال والكبار وكله. يعني دعاء الأب والأم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، يعني دعاء الوالد على ولده مستجاب، أو لولده مستجاب. فدعائنا لاولادنا مهم جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا بعلم الولد الاذكار. حضرتك برضو هو خارج الصبح يقول الاذكار وراكي. هو قال الاذكار هتكفيه من كل شيء، هتكفيه من شر نفسه. يعني هتكفيه من شر نفسه هو. تمام. ودي برضو بنعلم اولادنا الاذكار يا جماعه. وانا بقول الاذكار دايما مهمه جدا جدا للكبير والصغير. الاذكار يعني عبوديه وتعظيم للمولى سبحانه وتعالى، وحفظ من المولى سبحانه وتعالى. مهمه جدا جدا جدا، بتيسر علينا الطاعه، وبتحفظنا من شرور الخلق ومن شرور انفسنا احنا نفسنا كمان. جزاكم الله خير. طيب معلش انا ممكن اقطعك بس معلش. اتفضل اتفضل. آه هو اخوه يعني احنا واحنا خارجين، انا بشتغل واحنا خارجين هنقول بسم الله توكلت، وبنقول واحنا جايين ننام بنقول الحمد لله. هو حتى الصلاة اخوه الاكبر منه في 4 ابتدائي بيجي يصلي، هو يقول لا، هو عنده لا مبالاة، واللي هو مش فارق معاه. حتى لما اجي اقول له انا مش هكلمك يمكن اخوه الاكبر منه يبقى زعلان او كده، هو برضو مش فارق معاه. مع اني موضوع ان انا ابقى مقرباه ليا انا فعلا ربنا يعلم، بس هو يعني دايما بيبص للي حواليه بزيادة عن الطبيعي. يعني يبص لولاد عمه، يبص لكذا، يبص لكذا، وانا مش عارفة اتعامل في الحتة دي. معلش. هو لا، مفيش مشكله. هو بس اكيد حضرتك انت مفتاحه مش معاكي، فانت مش فاهماه كويس قوي. حاولي تفهميه. والولد ده بيبقى في الغالب يعني بيبص لمنظره شويه امام الاخرين، عشان كده بيبص لاولاد عمه، عشان كده عاوز يشتري حاجات كتيره وبياخد من وراكي فلوس. فدايما اديله ثقه في نفسه، عشان ما يبقاش عنده زعزعه في ضعف الثقه الشخصيه اللي جواه. دي بتخليه ياخد من وراكي، بتخليه يعاند، لان ثقته في نفسه ضعيفه جدا جدا. بس ما تقلقيش، اولاد كتيره كده وهو لسه صغير. فباذن الله ان شاء الله، باذن الله يعني بمتابعتك ليه وبرعايتك ليه وبدعائك ليه، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى
يحفظه لك ويوفقك لتربيه سليمه. لكن ما تقلقيش، الولد صغير، واولاد كتيره يعني كان ممكن يبقوا كده واصعب، وربنا سبحانه وتعالى اكرمهم وهداهم ووفق اولاده ووفق يعني ابائهم وامهاتهم لان هم يعني ياخدوا بايدهم ويربوهم تربيه كويسه. فما تقلقيش خالص، يعني ان شاء الله باذن الله خير باذن الله. ده احنا كده إن شاء محتاجين يا الله. دكتور محاضرة مخصوصة للمشكلات التربوية ومشكلات التربية مع أطفالنا، لأن احنا كلنا والله أنا استفدت استفادة عظيمة. الله يسترك جزاك يا مولانا، ده احنا تلامذتك يا شيخ عصام، يعني ربنا يعز حضرتك. أول مرة استراتيجيات التعلم والأساليب لمعالجة أخطاء الأطفال وكده نحتاج إلى محاضرة متخصصة، ويعني نستفيد إن شاء الله في مرة مخصوصة لهذا الأمر. ان شاء الله باذن الله نرتب محاضره مع حضرتك ان شاء الله، ونعمل لهم ان شاء الله يعني محاضره للتربيه واساليب التربيه والتعامل مع بعض الصفات السيئه مع اولادنا ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ عصام. ثاني في جزاك الله خير. أي سؤال ثاني في نطاق الدورة الصيفية يا جماعة، اللي هي أهم مهمة في الوقت الحالي، اللي هي في الوقت زي ما بيقولوا عبودية الوقت الآن، أن نحفظ أولادنا القرآن وتحفظ الأمة القرآن لتشهد الدنيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما مات وما خلف بنات. أعداء الإسلام والكافرون والكنائس والأديرة والمعابد الهندوسية وفي كل الأديان يعني تعلم أولادها وتربي أولادها على بغضاء وبغض الدين والإسلام والمسلمين والكراهية. ونحن نحب العالم كله وننشر السلم والسلام والرحمة للعالمين، ولكن ما أقدرنا أن نعود إلى كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين، وهي الفرصة الكريمة المباركة. ومعنا أساتذتنا الكرام ليعلمونا كيف نأخذ بأيدي أطفالنا على نطاق واسع من خلال مجموعات تربوية ودراسية ومجموعات علمية في المساجد والأندية ودور الشباب ودور يعني التعليم. وبالمناسبة عرفت أن الأزهر وزارة الأوقاف فتحت المساجد هذا العام لتعمل دورات صيفية أيضا، فهي فرصة عظمى للأمة أن تعود للقرآن وننقذ أولادنا من جحيم الفتن والشهوات والشبهات، لنسعد بأبنائنا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة ويلبسونكم تاج الكرم وحلال الكرم. فبالله عليكم كما قلت سالفا وسابقا وسأظل أدعو حتى ألقى الله، لا تنسوا الدعم لهذه المحاضرات. الدعوة يا أخوات ويا إخوة، بالله عليكم لا تقصروا في الدعوة، شير وفي الخير وانشر، ولن تخسر شيئا إلا أن تضغط زر أو إشارة لتعم الفائدة للدنيا كلها بنشر فيديو أو دعوة أو نصيحة للأمة. جزاكم الله خير. تفضل يا دكتور. لك جزاكم الله نصيحة خيرا يا مولانا. صيفية أو يعني تربوية، أو أي حد له سؤال ثاني؟ معذرة أي أخذت. بعد تفضلي. إذنك كنت عايز أسأل سؤال. احنا طبعا عارفين ان في اكاديميات بتتعامل مع دول امريكية، استرالية، اوروبية، ايا كان الدول اللي هي بتتعامل معاها. الاكاديميات ديت بيبقى فيها معلمات طبعا باجر، تمام، لتحفيظ كتاب الله، لفقه السنة الحديث، لقصص انبياء، لتعليم اللغة العربية، تمام. انا تمام. عايزه اعرف العمل في الاكاديميات ديت فيها حاجه من حرام، ان احنا مثلا بناخد اجر نظير ان احنا بنعلم بنحفظ قرآن، او لان هي الاكاديميات دي شغاله باجر. طب الشيخ عصام اتفضل يا شيخ عصام، حضرتك تجاوب على الاخت بعد اذنك. تفضل حضرتك. لا اتفضل يا مولانا، اتفضل حضرتك. والله لا يجوز. لا والله لا اتفضل يا مولانا، اتفضل حضرتك. واحنا بس عشان وقت حضرتك، انا عارف ان مشاغلك كتيره، فعاوزين نستفيد باقصى استفاده من حضرتك في طب ما اقل. حضرتك يعني ما شاء الله عليك، يعني لا الأكاديمية والله. عندك وعندك حاجات كتيرة، لو لا حضرتك لا تجاوب على الأخت. تفضل حضرتك، الامر اليك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا يعني العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى
سواء بأجر أو بدون أجر يعني حاجة عظيمة جدا. المهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يستعملني في نصرة الدين، سواء أنا بتعامل مع أكاديميات أجنبية، هي مش أجنبية، هي بتبقى مسلمة بس بيبقى يعني بنسميها أكاديمية ربحية إلى حد ما. فما فيش مشكلة ان انا اخد اجر خالص، تمام، طالما انا الاكاديمية دي منضبطة على الكتاب والسنة، ما عندهاش بدع، ما عندهاش نشر لعقيدة باطلة أو أفكار هدامة للمسلمين. طالما أنا بنشر الإسلام وبنشر يعني ضوابط الإسلام أو الشريعة عن طريق الأكاديميات دي، سواء فقه أو عقيدة أو أداب أو أخلاقيات أو سلوكيات أو تجويد أو قرآن، ده شيء جميل جدا جدا. فالأجر إن شاء الله ما فيش أي مشكلة. واذا كان الانسان يستطيع ان هو يعمل بدون اجر، ده طبعا ده الشيء المثالي الاحسن. لكن اذا كان ده عمله بيقتات منه، ان شاء الله باذن الله يبقى اجر مبارك وما فيش اي مشكله ان شاء الله. تمام، شكرا. جزاك الله خير. وجزاكم الله. أي سؤال يا جماعة الخير ثاني؟ أي سؤال لأخواتنا المباركات؟ طب أنتوا عرفتوا الواجب علينا إن إحنا نبلغ الدنيا كلها إن شاء الله بأن عندنا إسلامنا الجميل، حتى يتعلم أطفال المسلمين هذا المنهج المبارك بنشره، والدل على الخير كفاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فلكم الأجر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أدلكم على خير مشروع استثماري يأتي بالأجر والثواب لكم في الدنيا والآخرة. تفضلي يا أختي، تفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا شغالة محفظة قرآن في حضانة. اتفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول اتفضلي. لحضرتك يا شيخ، أنا شغالة محفظة قرآن في حضانة. تمام. ماشي. تمام. طبعا الشغل أنا بقبض عليه برضو أجر، تمام. فده في حاجة ولا؟ لا خالص، ما فيش اي حاجه خالص. ما يعني ربنا يتقبل من اصحاب الدار ومن حضرتك ويعينكم جميعا يا رب. يعني يا ما رب. الاستمرار عشان نستمر يا جماعه لازم ناخد اجر، سواء اجر كتاب او اجر من اشتراكات الناس، او المعلمه تاخد اجر. ده طبيعي، ما تدفع الايجارات ازاي والناس تقتات ازاي؟ وده من اعظم الاعمال اللي الانسان ربنا سبحانه وتعالى يستعمله في خدمه دينه. وحتى لو خد اجر فهو اصلا يعني زي ما الشيخ عصام بيعلمنا، احنا يعني اصحاب الدور مش هيقدروا يوفوا الناس اللي بيشتغلوا اجورهم. ده اجورهم دي من ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات اللي بياخدوها دي حاجات كلها بسيطه جدا جدا، واجرهم على ربنا سبحانه وتعالى. فيعني عذرا الى الله، وربنا يتقبل من الجميع يا رب. هنيئا مريئا، يا رب. يعني اللهم بشرنا يا شيخنا، خير ما أخذتم عليه أجرا القرآن الكريم. نعم نعم، خير ما اخذتم عليه اجر القران الكريم فعلا، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام علمنا. عليه الصلاة والسلام. عليه طب الصلاه. بقول لحضرتك يا شيخ، عندي سؤال تاني. دلوقتي أنا شغالة التحفة، تمام. فالتحفة مع الأطفال يعني أقف لحد فين، أو أكملها كلها، أو أحفظ لحد فين؟ الشيخ عصام يجاوب كده. وطب يعني شوفي بقى المراحل العمريه بقى بتاعتهم ايه.